نود في هذا المشهد الفيديو البسيط الجزء التاسع إلقاء إطلالة خاطفة حول ما تبقى من معلومات بالنسبة للحكة وخاصة الحكة الصفراوية. علاجها: ليس غريبا أن ينتكس الداء بعد مرور 10 سنوات أو أكثر، حيث تشتد الحكة وتمسي عنيدة طول النهار. وقد يؤدي سوء استعمال الكورتيزون في شكل كريم قد يؤدي إلى مقاومة الحكة للعلاج، كما أن الاستعمال المستمر لنشافة النظافة يمكن أن يسبب الحكة. وليس نادرا كذلك أن تنجم الحكة عن استعمال الملينات قصد تنظيم أوقات التغيط، وتنجم إصابات الكشط عن الحكة الإيديوباثية. قد يرفع من شدة الحكة جفاف الجلد الذي يسبب سن اليأس. حينما يبرز احمرار قوي في إطار استعمال الكورتيزون، يجب التفكير في الإصابة بداء كانديدا البيكانس أو مبيضات البيض. إن الخطورة تكمن هنا في العلاج بواسطة الكورتيزون الذي يخفف من الالتهاب ويهدئ الأعراض التالية، لكن يهيئ الأرضية لاستدامة اضطرابات والتشوه وانتشاره. وإن الفحوص تتعلق هنا بخبرة الطبيب وثقة نفسه بالفحص. وحينما يمسي الكشف مؤكدا فإن الفحوص لن تكتسي أهمية بعد، وقد يمثل بروز العدوى في منطقة محيط فتحة الشرج مشكلة شائعة إزاء التشخيص، بحيث ليس غريبا أن تمثل العدوى مضاعفات الحكة الإيديوباثية، كما يحتمل أن تمثل العدوى إصابة أولية. أما في حالة الإصابة بالعدوى الأولى المنفردة فلن تبرز الحكة حين ذاك سوى مدة بضعة أيام أو أسابيع، وكثيرا ما يتعلق الأمر بعامل الكانديدوز الذي يعتقد العامل الأساسي لاندلاع العدوى. إلى اللقاء في بهجة ومراح. إلى الملتقى. أملنا أن تبات هذه المعلومات مفيدة. إلى اللقاء.